ايه الاحسن واللي اقدر ادخله في الدايت بتاعي لو انا هدفي الضخامه العضليه او التنشيف؟ البيض ولا صدور الفراخ، مع انهم من نفس مصادر البروتين الحيواني؟ ده اللي انا جاي بقى اقوله لك في الفيديو النهارده. وقبل ما اقول لك ما تنساش تصلي على النبي الاول يا صديقي. هنلاقي ان كل 100 جرام من البيض بيديك 147 سعر حراري و12 جرام من البروتين. ده غير كمان ان هو بيدي لك 1 مللي جرام من عنصر الحديد. وهنلاقي ان هو غني جدا بفيتامين د وبي 12. وهنلاقي ان الصفار اللي فيه غني جدا بالدهون الصحيه. اما بقى لو احنا جينا لصدور الفراخ فهنلاقي ان كل 100 جرام منها بيديك 165 سعر حراري، بل وكمان اقل شويه. وهنلاقي ان هي بتدي لك 30 جرام من البروتين. وهنلاقي برضو ان هي فيها 1 مللي جرام من عنصر الحديد. ومن الميزه الحلوه اللي فيها ان نسبه الدهون بتاعتها قليله وبتوصل لحد 3 جرام. فمن هنا يا صديقي كل اللي اقدر اقوله لك ان الاختيار الاحسن لو انت فعلا هدفك الضخامه العضليه وعاوز استفاده اعلى بالقيم الغذائيه هو انك تدخل الاثنين في الدايت بتوعك وتنوع ما بينهم. اما لو انت عامل عجز في السعرات الحراريه وعاوز نسبه عاليه من البروتين باقل نسبه دهون فالاختيار الاحسن هيكون لصدور الفراخ. ودي كانت الحلقه 48 في سلسله ايه الاحسن. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سيف وفولو وتابعني عشان يوصلك كل فيديو جديد.